اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. تعالوا بقى نعمل خلطة المحشي الجبارة بتاعتنا، بجد حلوة جدا. هتخلي المحشي بتاعك كده حاجة عظمة. اول حاجة حطيت الزيت وحطيت الطماطم، انا كنت ضرباها في الخلاط. ودلوقتي هنزل بالبصل بتاعي برضو. انا بحط الطماطم والبصل الاتنين مع بعض على طول، ولسه ما شغلتش النار على فكرة. ما بحمرش البصله ولا حاجه، انا بحطهم الاتنين ني في ني وبعدين يتسبكوا مع بعض. بجد هتاكلي احلى واطعم محشي. كده خلاص انا شغلت النار، هديهم بقى تقليبه كده واسيبهم بقى يتسبكوا كده مع نفسهم. كده خلاص زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله التسبيكه بتاعتنا اتسبكت والميه نشفت منها تماما. شايفين؟ اللهم بارك. على ما التسبيكه بتاعتي تبرد بقى هقطع الخضار. طبعا معايا شبت وكزبره وبقدونس. وبكده بقى خلاص انا خلصت كميه الخضار بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى التسبيكه بتاعتنا كده واحطها في البوله الكبيره دي، عشان ايه نعرف نقلب كده تسبيكه المحشي كده كويس. هنزل بقى بكميه الرز بتاعتي. طبعا هو المحشي ملهوش مقدار، يعني ما اقولكيش طماطم قد ايه وكميه رز قد ايه، على حسب بقى الكميه وعلى حسب افراد اسرتك. كده خلاص انا قلبت الرز مع التسبيكه كويس جدا. هنزل بقى بالتوابل بتاعتنا. معلقه كبيره من الفلفل الاسمر. هنزل بقى بمعلقه برضو كبيره من التوابل المشكله بتاعه المحشي. انا بحب احط نص معلقه صغيره خالص من التوابل بتاعه اللحمه، بجد بتديها نكهه حلوه جدا. وطبعا الملح حسب الرغبه. هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. كده بعد ما قلبت التوابل كويس جدا مع بعض، هنزل بقى بمعلقه توم كبيره. طبعا دي اللي هتظبط لنا المحشي، دي الاساس، بجد بتخلي المحشي حاجه كده عظمه. هقلبها بقى كويس جدا كده مع خلطه المحشي عشان تتوزع كويس، وبعدين ننزل بالخضار. هنزل كده شويه بشويه واقلبهم عشان بس اعرف اقلب كويس جدا. وبكده بقى خلاص قلبت الخضار مع خلطة المحشي كويس جدا. تعالوا بقى نتبل الفرخة بتاعتنا. انا معايا بصلاية وسط بشراها، احط عليها فلفل وملح، احط عليها برضو فص ثوم صغير، هيكون هرسة ناعم. هخلط بقى المكونات كده مع بعض كويس جدا.
هنتبل بقى بيهم الفرخة كده، بجد بتخلي طعم الشوربة وطعم الفرخة ذات نفسها تبقى حلو جدا. وبكده بقى خلاص انا قفلت الفرخه بتاعتي كده كتفتها. انا كنت حاطه بقى ميه تغلي كده، هضيف بقى عليها التوابل، هحط ورق لوري اللي هو ورق الغار، ليمون مجفف واحده بس يعني اللي هو الليمون اللومي، تمام. مكعب مرقه ممكن تستغنوا عنه مش مشكله، انا اول مره احطه اصلا. وهحط طبعا الحبهان، وبحب افتح الحبهان، تمام. طبعا الميه بتاعتنا غليت كويس، هنزل بقى بالفرخه كده، اغطيها بقى واسيبها ايه، اول ما تاخد غلوتين كده انا هدي عليها النار عشان تستوي كويس، تمام. هنا بقى نقول بسم الله ونبتدي مع بعض. طبعا انا كنت احشي ورق عنب وبتنجان وكوسه، تمام. هوريكم بقى ايه خطوه كده للحشي الورق العنب، سهله وسريعه يعني للمبتدئين اللي هم لو مش بيعرفوا يلفوا ورق عنب، فالطريقه دي لحد ما سهله. بس عموما انا ما بعملهاش يعني، انا الاسرع وانا واقفه كده وبلف على ايدي على طول. بس دي لو انت مبتدئه وحابه تحشي يعني، تمام. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الرز على الورق بتاع المحشي وهلفه ازاي، هقفله كده. هي طريقة سهلة وبسيطة، لو انت مبتدئة بجد هتنجح معاكي من اول مرة يعني. شايفين بكل سهولة قفلتيه وتلف معاكي حلو. شايفين. اخلص انا بقى الكمية كده مع نفسي وارجع لكم. الله المستعان بقى. زي ما انتوا بقى شايفين ما شاء الله خلصت كمية المحشي بتاعتي كلها، اللهم بارك. البتنجان والكوسة والورق العنب. هنا بقى الفرخة بسم الله ما شاء الله كانت استوت تماما، عملت لنا احلى شوربة بجد، اللهم بارك. هصفي بقى الشوربة كده عشان اسقي المحشي، انا بحب احط المصفى دي عشان ايه، لو في حبهان في بصل واقع اي حاجة ما تنزلش على المحشي بتاعنا. يا ريت بقى لو وصلت معايا الفيديو لحد دلوقتي متنسيش تحط اللايك الحلو بتاعك، ويا ريت لو مش مشتركة في القناة يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس الكل عشان يوصلك كل جديد. اهم حاجه محشي الورق العنب لما تيجي تسقي الشوربه اخرها اللي هو السطر اللي قبل الاخير، تمام، عشان ما يبقاش فيه شوربه كتير ويعجن منك. كده خلاص، اول ما المحشي بتاعي ياخد غلوه بهدي عليه النار شمعة كده واسيبه بقى يستوي مع نفسه. والمحشي بقى البتنجان حطيت الشوربه لحد ربع كده. هنا بقى معايا معلقه صلصه هدهن بيها الفرخه بتاعتي، وحط عليها معلقه فلفل اسمر صغيره خالص، وملح.
وبكده بقى خلاص انا جبت معلقتين زيت حطيتهم في الصينيه دي وسبتهم يسخنوا، وهنزل بالفرخه معلقتين زيت بس، ما بنحط الزيت كتير ولا اي حاجه خالص. تمام. هنقلبها على جميع الاتجاهات لحد ما تاخد لون كويس. هنخلي بقى المقطع تحذر في الرز الجاي. وهنا بقى المحشي بتاعنا بسم الله ما شاء الله استوى خلاص تماما زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك. وبكده ما شاء الله ده الشكل النهائي بتاع الاكل بتاعنا. ما سامحوني بقى المقطع بتاع الفرخه وانا بحمرها اتحذف مني بالغلط، بس انا عاملاها اكتر من مره على القناه، هتلاقوها يعني طريقه التحمير بتاعتها. شايفين بقى ما شاء الله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، وياريت تفعلوا زر الجرس الكل عشان يوصل لكم كل جديد. واقول لكم بقى دمتم سالمين واسيبكم في رعايه الله وحفظه.